لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1436 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيمه وخزمتان بمن بس رزامدي رب العالمين وهي وادان اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. بالخوشويستان سورة النحل كوازيات الباز لنعمتكان خواي قولدك سبحانه وتعالى يكيق لنعمتكان دفن وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وتيكيق لنعمتكان الله تعالى لسرتان أي خلشينا أن جعل في الأرض جبالا تثبت الأرض. الله تعالى تياي لوز لناخي أو زاوية دانا بناخي أو زاوية دا بردي تخواري لبرتسية أن تميد بكم أي تثبت الأرض أو زاوية ثابت دك أو زيجير دك لألا تضطرب بكم وتتحرك يمينا وشمالا تاوكو أو تياي استفادي وكوا ثبات بو زاوية دبخشي تاوكو أو زاوية نلرزيو بلاي راس تتساب حركنك كواتا إيشي تيا كان تيا كخواي قبر داينا معلومة أوندي كوا لسروي زاوية وكوزانا عند فرم هندشي بناخي زاوية دات تخوار أو تيايانا زاوية زيجير دكن تاوكو زلزلو وهروها حركنك. رواسي أي جبالا ثوابت كواتا رواسي بمعنى أو تياني كوا جيجير كرة أو أصل كلمي رواسي لرسوها الرسوش يدل على الثبات. أن تميد بكم تميد أي تضطرب تميد بمعنى تاوكو أو زاوية أن تميد بكم أي ألا تضطرب بكم وتتاوكو لسردا نهجين ومي لا أصل تميدش لميدها تميدش يدل على حركة في شيء ميد بمعنى حركة لشتيك بيتم في قوة المي كواتا أو تسيايانا لبو هندي كوا أن تميد بكم واتا ألا تميد بكم تاكو أو زاوية حركة نكاو نهجي لجير بيتان. ابن عطية دلي ألقى وألقى في الأرض رواسي تفرمي الله تعالى ألقاي بكار هنا أخص من خلق وجعل نيفرمو خلق نيفرمو جعل فرموتي ألقى وذلك أن ألقى تقتضي أن الله أحدث الجبال ليس من الأرض لكن من قدرته واختراعه كواتا كذا فرمي ألقى وتخواي قورة تياي خلق كردية تياي داهنا لخودي أو زاويانية بلان بقدرته باختراع خوي هنايتيو لسر زويدانا تفرمي كلمة ألقى ليردا لزياتي خلقا ياخذ لزياتي جعل بو معنى كوا خوي قورة تياي لغير زوي دروس كرديو إتر لسر أو زاوية وبناخي أو زاوية دابردي تخوار تاوك توازني أو زاوية بباريزي. ابن عاشور وقيل لما كانت هذه المخلوقات مجعولة كالتكملة للأرض ضل هر عين لحكمتي ألقى دفرمي قترا لبرهندية كاتك أو مخلوقاتنا وكوتسيا داندرا لبويك وكتكملي الزاوية تواوكري الزاوية وموضوعة على ظاهر سطحها يتلسر ظاهري بابلين روي أو زاوية جداندرا عبر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء على الأرض
لێ دەفەرمی خی گەورە دەفەرمی ئەلقای بەکارهێنا ئەلقا بە معنای چییە؟ ڕەمی و شەی على شەی على الأرض واتە شتێک فڕێدێ سەرزەوی پێگوترێ ئیلقا لەبەر ئەوەی خی گەورە سوبحانه وتعالى وەکو تەکمیلە و تەواوکاریەک لە بۆ زەوی داینە ولعل خلقها كان متأخرا عن خلق الأرض وبيش دتي أو هلا دريجي قسي ابن عاشورة بيش دتي دروس كردني تياكان لدواي دروس كردني زبيبوة وأما السبل والعلامات فتأخر وجودها ظاهر والرقا كانوا نشان كانش طبعا لدواي دروس كردني الزبيب أو ديالة فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه كواتا أوانها موي تياو على السبل وعلامات وأنهار لدواي دروس كرني زيوبة لو يدفرمي ألقى بكارهن دراية ألقى بكارهن دراية والله أعلم. لا مفتاح دار السعادة ابن القيم دلي تأمل خلق الأرض على ما هي عليه فكر كوا لدروس كرني أو زاوية بوشيوية كاتك خواي قورا حين خلقها واقفة ساكنة بشوي خواي قور سبحانه وتعالى بو إيمي خلق كردية كوا زور ساكن هادئة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة بشويك هادئة أو زوي كوا لسري دجين طبعا هم حركة هي بلام خواي قورا بو شوي حزمي إيمو وحزمي أو زوي دروس كردية كوا هزب حركي ناكن هزب خراتيكي ناكن بشويك بو تمهاد زيقا چي زور ممهدو آما ذكراو لبو إيما كتيدا استقرار دكين هم إيما وهم جان لبركانو هم نباتو هم شمككانيش ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم بشويك وخلشي دتوانا برون بسر أو زويدا لبو كاروباركاني خوان والجلوس لراحتهم والنوم لهدوئهم بإسراحة تيدا لسري دادنشن بإسراحة لسري دنون تاكو هذه ابنه بإسراحة والتمكن من أعمالهم تتوان كاركان خوان أنزام بدن ولو كانت رجراجة متكلفة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا كواتا أدي أجر بردوام هستيان بحركي بكربا بردوام بلرزيبا لجير بيان نان دتوان استقرار بكن لسد روي أو زويدا ولا تنبت لهم عليها ولا تثبت لهم عليها بناء وأجر حركي بكربا بردوامي هيج بنايك ثبات خراجرين أبو لسروي أو زويا ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة أجر أو استقرارين أبو سروي زوي لا عند تواني نبيش سازيك نبار زرقانيك نكشتكالك نمصلحتك لسري أنزام بدن وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم يتلاو إنسانا كوديتواني كوا بخوشي بجيلكاتك دا زويل جير بيدا بلرزي إتر واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها أو زبير بكو لبوكاتي كم ولحظاتي كم كاتي كوا زار بزار زلزليك رود دا كيف تصبرهم كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب منها كاتي كوا زلزليك دبي لناو بناء غار ددي هول ددي خود نزاد بدي لكاتيك دا أدي أقر بردوام أو زبية وابايا وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله تربو الشيخ خايق والأقدار ما عندك كاتوا كاتك دفو ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الله تعالى أو تياني خستسر زوي تاوكو أو زويها دئبي وساكن بي لجير بيتانو حركة نكا وهلها لسورة غافر جدف الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله تعالى كو أو زويي لجير بيتان دا كتزيقاي قرار واستقرار ونشتزيبون وأنهارا وجعل الله في الأرض أنهارا تجري بالماء من موضع إلى آخر وهو الله تعالى رباري لسروي زويدانا كآو لشوين يكبروا شوين يشيدي كذبا لسقي الناس والأنعام والحرث تاكو خلشي لي بخونو جيان لبركان لي بخونو كشتكالو زراعتيان بي آو بدن سعدي دلي
ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارا على وجه الأرض. يكيك لرحمتك كان الله تعالى أو رباراني لسروي زويدانا وأنهارا في بطنها وربارشي لنا وناخي زويدانا يستخرجونها بحفرها أو ربارانو أواني كوالا ناخي زويدان بوي كوا كاتك حفر دكانو بير ليددن إتر آوكي لناخي زويج دردينن حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها. إتر أو سروي زوي أو كلناخي زويج دايا بو آلاتاني كخوي قور لبويان مسخري كذا دتوان آوي جير زويج دربي نسودي لور بقرن وكو استاي إيما كزوربي زوري آوكان من لا آوي بيرو أو آوي كوال ناخي زويدا. وهروها رازي دلي لما كان أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها من الجبال. زوربي روباركان لتشي هالدقولي سرتساوي هالقولانيان لتياكانا. فلهذا السبب لما ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار. لو يدا فرمي باسي تيايك لو آتا باشان باسي روباري كرد سونك زوربي زوري روباري كان لناخي تياكان دا سرتساوى دقرن. بلى وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون أي وطرقا ميسرة وممتدة تسلكونها بيسر وسهولة في قضاء حوائجكم وطلب معايشكم وغيرها. وهروا أخوائي قول سبحانه وتعالى تسندين ريقاي آساني لسر روي زوي كوا أو زويي بشويك تخت كده تسندين ريقاي لسر روي أو زوية دا لبو إيما دانايا تاوكو بآساني بقري نبر تاوكو بتوانين حازتو بيداوستكان من زيب كينو بدوهاي رزق روزي من دا بقرين رحمة بكم. يتر هموي رنقدانوي رحمتي الله تعالى بإيمة لتهتدوا بهذه الطرق إلى كل موضع تريدون الوصول إليه. تاوكو بوريقانا بقنا همو أو شويناني كما بستانا بي بقن فلا تضلوا ولا تتحيروا. ريقاي زور واضح لسروي زوي داندرا بقن بو شويناني كما بستانا بزرنا بن وهروها محيرنا بن. وسبلا أي طرقا كوات السبل فمعناه طرق ده. وسمي الطريق بذلك لامتداده كوات الرجال لو يقول السبيل نبوري ممتدة وتبد ودا دروا تخت. ابن عاشور دلي جملة لعلكم تهتدون كوات أخوي قورا تشياي دانا لبوي كوا أو زوي استقرار بك وروبار وهروها الرجال كان بس الروي زوي لعلكم تهتدون جملة معترضة وكو ابن عاشور دلي وهو كلام موجه يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار واعتبار المسافات كوات لعلكم تهتدون لبوتسي تاوكو ريقا كان تان بينو بقنا مبستكان تان لسفرده وهروها تاوكو خريطي منطقة كان بزانن وهروها تاوكو لسروي لروباركان السود ببينو آوي ليب تشيشنو وهروها اعتبارو بابرين مسافات كان لا تان معلوم بي وكل ذلك من جعل الله تعالى همو أشتانش خواي قوردين لأن ذلك حاصل بإلهامه يتر اهتداء كردن ورقا دوزين أو السود ورقرتن لهمو أشتانك خواي قورا لصروي زوي داينا أو بإلهام خواي قوري سبحانه وتعالى خواي قورا كإلهام ما عندك إنسانا سودي لور بقري ويصلح للاهتداء إلى الدين الحق وهو دين التوحيد وهروها أو نشاناني خواي قورا كوالا صروي زوي دانا عيني لبو أوج بكالك ديكوا إنسان بهوي والديني حق بيبيني توا كدين توحيد يكوا برستيا لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المنفرد بالخلق يتر براستي بوني أو علاماتان لسروي زوي لخودي خومانو لهمو أشتاني كوا خواي قور خلق كدي لزريك وهتام زريك همو بلغن لسر عظمتي أو خالق عظيمة وحكمته
وهروها قدرة دصلاة ورحمة كهر أويان بتنيا شاني برستنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.